مساء الخير، أنا المرشدة السياحية ودي قناة هيستوري هاوس. والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة، وفنانة النهاردة من نوع مختلف، الشاويش عطية أو رياض الأسبقي. ولد في 13 سبتمبر 1903 وتوفى 23 إبريل 1963 عن عمر يناهز 60 سنة. الله يرحمه ويرحم الجميع. هو ممثل مصري، ولد في عام 1903. بدأت حياته كمثري بالسكة الحديد، واشترك في مجموعة من الممثلين الهواة في السكة الحديد، وبعد كده سابها واشترك في فرقة أحمد الشامي المسرحية اللي كانت أغلبية أعضائها من الهواة مش من المحترفين. وبعد كده اشتغل في العديد من المسارح زي علي الكسار وجورج أبيض وإسماعيل ياسين. ومن أهم الحاجات اللي عملها في السينما كانت مع الفنان إسماعيل ياسين. ممكن نقول شاويش عطية دي أشهر حاجة ومن أهم الحاجات اللي عملها. من أشهر أعماله إسماعيل ياسين في الطيران، طل غراف، إسماعيل ياسين في الجيش، أبيض وأسود، إسماعيل ياسين في البوليس الحربي، بحبوح أفندي، حب في حب، أبو أحمد، إسماعيل ياسين في الطيران، بوليس السري، العتبة الخضراء، المليونير الفقير، عنبر، قدم الخير، المجنونة، العقاب، البني آدم، لعبة الست. تعرف ان رياض الأصابجي الله يرحمه كانت من أهم الرياضات المفضلة عنده رفع الأثقال والملاكمة، عشان كده هنلاقي ان جسمه كان عريض. حاجة تانية محدش يعرفها عنه كتير، رياض الأصابجي من محافظة الأسكندرية، وكان ساكن في البيت اللي قدام بيت ريا وسكينة ورا اسم اللبان بالظبط. يعني الناس كلها كانت بتسمع في الجرايد وهو كان بيتفرج عليهم في الشباك. طبعا انا بقول بيتفرج عليهم دي ممكن تكون تريقة لبعض الناس، بس في بعض الجرايد اللي اتكلمت عنه وكتبت قصته وكانت بتحكي روايته كانت بتقول بالنص ان رياض الأسابقي كان شباكه يطل على الجريمة مباشرة. والله أعلم هذه معلومة صحيحة أم خاطئة. فالله يرحمه ويرحم الجميع، وشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك متنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناة. وقصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنانا في قصص حياة الفنانين اللي جاي. سلام عليكم.